السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك لأشبال الأطلس، مليون مبروك لأبطال المغرب، لأبطال إفريقيا المتوجين على عرش القارة الإفريقية. أشبال الأطلس يضربون وبقوة، يضربون منتخب مالي. الفوز كان صعب، المباراة كانت صعبة، ركلات الترجيح شابوه بالعروش، شابوه المنتخب المغربي. أشبال الأطلس تغلبوا على كل العوامل التي كانت ضدهم حتى توجوا باللقب في النهاية. مليون مبروك، طالعين نحتفي ونحتفل بأشبال الأطلس أبطال القارة الإفريقية. من مصر، من المنصورة، من بنالت سبورت، بنقول للمغاربة جميعا مليون مبروك. اكتب لنا في قسم التعليقات من اي مكان هتقول مليون مبروك لأشبال الأطلس بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية. من اي مدينة من داخل المغرب، من اي مكان خارج المغرب، طالع تقول مليون مبروك للمنتخب المغربي. ولا تحرمنا من دعمك، لايك للفيديو ده وافرح معانا بمنتخب المغرب وفوزه النهاردة بركلات الترجيح على منتخب مالي وتحقيق كأس أفريقيا لمنتخبات الناشئين لأقل من 17 سنة 2025. النهاردة منتخب المغرب أشبال الأطلس لازم كلنا نديلهم تعظيم سلام. مباريات النهائي تكسب ولا تلعب، ما تبصش على أداء، ما تكلمنيش عن فرص، ما تكلمنيش عن استحواذ، كلمني مين اللي رفع الكاس، مين اللي عانق الذهب، مين اللي سجل اسمه بحروف من ذهب في أبطال القارة الإفريقية. نعم، وهم أشبال الأطلس منتخب المغرب. من أشقائهم في مصر بنقول لحضراتكم جميعا مليون مبروك التتويج والفوز المستحق، ومشوار البطل الذي بدأ من البداية حتى النهاية، والطريق الطويل الذي رسمه نبيل بها واللاعبين، وكان لهم ما أرادوا في النهاية. قالوها السبوعة من البداية، احنا هنا علشان جمهور المغرب يكون سعيد، احنا هنا وهنبقى على الكأس هنا، لان الكأس ما تنفعش تطلع من المغرب. كانوا قد الكلمة اللي قالوها وتوجوا بالكأس في النهاية، حتى لو جاء على سبيل ركلات الترجيح. لكن دايما ركلات الترجيح تأتي لمن اجتهد ولمن هو الأحق بالفوز دائما. لكن حارس المرمى النهارده اللي انا بعتبره احسن لاعب في البطولة، مش بس احسن حارس مرمى في البطولة، وهو شعيب بالعروش، اللي قدم بطولة متميزة، اللي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إبقاء المنتخب المغربي متواجدا في النهائي ولوصوله لركلات الترجيح في الماتشين في نص النهائي والنهائي، وكان له الفضل أيضا في التتويج في النهاية. وبالتالي بقول له على المستوى الشخصي ربنا يوفقك في مشوارك القادم. منتخب المغرب قدم بطولة متميزة، جمهور المغرب النهاردة وتغلب على كل الصعاب اللي ممكن تواجهه. النهاردة الرسالة راحة لمتسبي، ليل أو نهار المغرب هم الأبطال. هتلعب بالليل، هتلعب ظهرا، هتلعب صباحا، هتلعب مساء، القاعدة ثابتة، المغرب سيتوج بطلا بأدائه، بمجهوده، بدعم جماهيره، بدعم محبيه، بأدائه داخل الملعب، وبركلات الترجيح الذي وفق فيها، بموهبة لاعبيه. هم أبطال كان أفريقيا 2025. هنيئا للمنتخب المغربي الوصول للمونديال، أيضا هنيئا لمنتخبنا المصري، هنيئا لمنتخب تونس رفقة 7 آخرين 10 هيمثلونا في كأس العالم قطر 2025، موفقين بإذن الله تعالى. النهاردة منتخب المغرب سير المباراة ولعب الريتم كما يريد، لان ما كانش ينفع يجاري بدنيا منتخب زي مالي اللي احنا بنسميهم تحت 30 او 40 او 50 سنة. لعيبة عندها بنية جسمانية قوية، لعيبة يعني بتتميز بالجهد البدني الكبير. هم لعيبة قارة أفريقيا كلهم، قلب قارة أفريقيا بيمتازوا بالكلام ده. فالنهاردة منتخب المغرب، ناشئين المغرب أقل من 17 سنة، النشأة الأوروبية والتطور اللي حصلوا عليه في الملاعب الأوروبية، النهاردة بيلعبوا البطولة كلها مساء. يفاجئهم متسب والكاف هتلعبوا عصرا، قالوا جاهزين هنلعب عصرا. في مختلف الأجواء لعبهم وكان لهم في النهاية الفوز. فهنيئا لهم تحقيق هذا الفوز النهاردة والتتويج بكأس الأمم الإفريقية. هي ردة فعلنا من بنالت سبورت، بنشارك اخواننا الفرحة في تتويج منتخب المغرب بكأس البطولة. في هتقول لي اختلافات على الاداء، هتقول لي لسه المنتخب محتاج كتير، هتختلف معايا على نبيل باها هل يكمل ولا يكون في غيره. النهاردة مش وقت الكلام ده، النهاردة وقت الاحتفال، النهاردة وقت الفرحة، النهاردة وقت المباركة، النهاردة وقت التتويج بس. وبعد كده تبقى تفكر في اللي جاي في مشوار المونديال. لكن عايز ايه تاني؟ المنتخب المغربي بطل كأس الأمم الإفريقية لمنتخبات أقل من 17 سنة، هدف سعت ليه الجامعة وعينت نبيل باها واستعدت بمعسكرات، بمباريات ودية ومباريات رسمية، مباريات ضد منتخبات أوروبية وضد منتخبات من القارة الإفريقية، وفي النهاية
كما رسموا الحلم حققوه في النهاية وتوجوا على عرش القارة الإفريقية. فهنيئا لهم هذا المجهود وهنيئا لهم هذا النجاح. ومرة تانية وتالتة مليون مليون مبروك يا شباب. وعندنا كان في أغنية بتقول مالي وأنا مالي وأنا مالي. أنا بقول لحضراتكم النهاردة مالي وأنا مالي وأنا مالي. يحيى المغرب الغالي بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية. النهارده يعني زي ما قلت لحضراتكم فرحه كبيره جدا لكل منتخباتنا العربيه اللي كانت مشاركه ولشمال القاره بعد تتويج منتخب المغرب، خاصه لنا كمصريين. فوز المغرب هو فوز لمصر، وفوز مصر هو فوز للمغرب، وبالتالي بنساند الاخوه دايما وبنفرح معاهم. انت كمان افرح معاهم عشان لما يجي الدور ليك هم يفرحوا معاك. وهي دي الرساله دايما بنوجهها هنا في بنالتو سبورت، والرساله اللي قامت عنها الرياضه ان كلنا نكون اخوه متحابين نفرح مع بعضنا البعض. مره تانيه مليون مبروك يا شباب، دمتم في امان الله وحفظه.